كان عطاف يضغط من أجل يعني قريب، هو قالها اليوم أو أمس أو اليوم، على أنهم كانوا باش يوافقوا على اللائحة، لكن خافوا من شنقريحة. شنقريحة عنده عداء مطلق للمغرب لأسباب تكلمت عليها أنا عدة مرات، فكان عندهم رعب وخافوا بأنهم إذا خذوا الموقف مع اللائحة هذه شنقريحة راح يقراها. شنقريحة ما يفهمش كثير في القانون الدولي وفي المواقف، راح يقراها وكأنهم خانوه. طيب إذا اعترضوا أمريكا راح تضربهم على الرأس. قالت لهم أنا لا أريد اعتراض من الجزائر. إذا امتنعوا يلقوا رواحهم نفس الموقف مع الباكستان والصين وروسيا، فأخذوا موقف اللي هو قل أن يحدث، وهو عدم التصويت مع الحضور. لكن قناعتي أن عطاف، أنا نعرف موقف عطاف باش نقولها لكم الآن، وهو صرح بها في 2012 لما كان خارج السلطة، لما كان مرمي. يعني يا ليت المساعد يكون يلقى لي المقطع يبعثوا لي باش نسمعوا لكم مرة أخرى. موقف عطاف هو محل قضية الصحراء. موقف عطاف، وهذا الموقف كان هو متبنيه في 86 لما دخلت أنا لوزارة الخارجية كدبلوماسي شاب. البوليزاريو خذات موقف أول أمس، الموقف اليوم يعاكسه تماما. اللائحة تحدثت على تقرير المصير ضمن الحكم الذاتي، وعاد رجع وقال لك أنه سيكون هذا الحل وفق الأمم المتحدة، وفق الشرعية الدولية، وفق القانون الدولي. مجلس الأمن اللي اتخذ القرار هو يمثل الأمم المتحدة. أنا أقولها بكل أسف لأن هذا مجلس الأمن هو ضد حقوق المستضعفين، لكن في هذه القضية بالذات هنا عطاف راهو يتلاعب، لأن مجلس الأمن هو يمثل الشرعية الدولية، وهو يمثل الأمم المتحدة، وهو يمثل القانون الدولي، سواء شئنا أم أبينا، سواء قبلنا أم رفضنا، سواء لصالحنا أو لضدنا. هذا هو المنظومة الدولية مخدومة هكذا. في قلب الأمم المتحدة على رأس هيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي مجلس الأمن كاين 5 دول هي التي تفرض إرادتها، وإذا ما مرتش إرادتها تدير الفيتو. قال لك تم فك الارتباط بين الحكم الذاتي وتقرير المصير. لا، هذا ليس صحيح. لم يتم فك الارتباط، اللهم إلا إذا كان الآن عطاف راه يقرأ من لائحة ليست هي اللائحة التي خرجت، وبالتالي